هي الست إخلاص فتتفضل مشكورة. وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. السيد مدير المدرسة المحترم، أخواني المعلمين، أخواتي المعلمات، أبناء التلاميذ، أسعدتم مساء. كلمتي بعنوان يوم النصر العظيم. نستذكر معا قصص البطولة والتحدي التي جسدها الأبطال من خلال تضحياتهم الجسام بسحق هذا العدو واسترداد المدن العراقية وتحريرها من دنسه، بمؤازرة ومشاركة كل أبناء الشعب العراقي من أقصى جنوب الوطن إلى أقصى شماله، والذين اصطفوا مع قواتهم المسلحة بكل أطيافهم وقومياتهم لمؤازرتهم ودعمهم. وفي هذه المناسبة العظيمة نستذكر وبكل إجلال وامتنان الفتوى الجهادية للمرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني، التي كان لها الدور الكبير في حشد الطاقات لمواجهة داعش. كما لا بد لنا أن نقف وقفة إجلال واحترام وتقدير إلى أرواح أولئك الأبطال الذين ضحوا بحياتهم الزكية. فألف تحية وثناء وتقدير لكل شهدائنا الذين استشهدوا خلال معارك التحرير. تغمد الله أرواحهم برحمته الواسعة وأسكنهم فسيح جناته. ولا بد أيضا أن نقدم الشكر الجزيل للجرحى الذين لهم كان الدور الكبير في إحراز النصر، وتمنياتنا لهم بالشفاء. وأخيرا وليس آخرا، أحلى التهاني والتبريكات بمناسبة يوم النصر العظيم وتحرير كل مدن العراق من دنس عصابات داعش الإرهابية. نبارك لقواتنا المسلحة بجميع صنوفها وتشكيلاتها والحشد الشعبي التي حررت العراق وحققت النصر العظيم، وندعو من الله أن يحفظ العراق وأهله من كل سوء وشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.